الستات دول رغايين قوي. ايه ده بتقول كذا كلمه في الدقيقه الواحده، وانا ببقى جاي مصدع ومش قادر بصراحه ولا اسمعها ولا اعمل اي حاجه، وتفضل تقول لي شفت انا عملت ايه وعيالك عملوا ايه، وتفضل تعيد وتزيد وتزيد وتعيد في الكلام. هعمل ايه؟ لو انت بقى محترم وحنين بتقعد تسمعها، بس انت في الحقيقه سامعها ومش سامعها، يعني انت سامعها وسدد ودانك اساسا، انت بتسمع بس عشان تمشي امورك، عشان ما نجيبوش بس عكنانه زياده ما اعرفش ايه كده، لكن انت اساسا من جواك لو عطوك الاختيار فانت مش عايز تسمعها. بس احمد ربنا طول ما هي ماسكه ودانك وعماله تزن ورايحه وجايه وجايه ورايحه وتحكي لك على تفاصيل يومها، عايزه تقول لك ان هي مستحيل تقدر تستغنى عنك ابدا، وان هي عايزه ان انت تبقى شريك حياتها في كل حاجه، في الصغيره قبل الكبيره. واياك وصمت المرأة لو سكتت، الست لو سكتت دي في البيت، انت بالنسبة لك ده هدوء، وبالنسبة لك ياه دي وصلت لمرحلة نضج جديد جدا. بص ده ايه ده، عقلت ما شاء الله، ما كانتش كده في اول الجواز وانت ما تعرفش ان هي يا اما بتدبر لك بقى حاجة كده محترمة، يا اما بدأت تبعد عنك بالتدريج، بدأت ان هي خلاص مش قادرة، حبل الوصل اللي بينك وبينها بدأ ان هو خلاص بيتقطع واحدة واحدة، بيتقطع واحدة واحدة. اوعى تفرح ابدا بسكوت اي مرأة في حياتك.